النهارده عندنا ثلاث مواضيع. موضوع فرض نفسه على الساحه، انا عارف انك كنت صلحت منه، بس فرض نفسه على الساحه لان كمان بقى مش بس في الساحه المصريه، بقى كمان انتقل لابعد من كده. موضوع حسين الشحات واللي هو محمد شيبي بيلعب بيراميدز. ده موضوع تاني هنتكلم على انقطاع الكهرباء وامتى بالظبط يخلص انقطاع الكهرباء. انا عارف كلكم بتتوجعوا وبتأنوا وبتتألموا موضوع انقطاع الكهرباء، عشان كده الموضوع التاني معانا بتاع انقطاع الكهرباء، وعندي مفاجأة امتى يخلص ان شاء الله موضوع الانقطاع دوت، امتى الدنيا ترجع تاني زي ما كانت ان شاء الله، وده قريب مش بعيد. وباذن الله هفاجئكم امتى بالظبط هينتهي التعامل بالموضوع تخفيف الاحمال والحاجات دي كلها. الموضوع الثالث معانا موضوع البترول والتعيينات وحقل ظهر والمشروع الجديد اللي ممكن يستوعب ايادي عامله كتير ان شاء الله. فصباح الخير ارتي باش سينيا، صباح الفل عليكم وعلى اولادك الطيبين. تحب نبدا بأنه موضوع فيه موضوع البترول، ولا موضوع اللي هو فرض نفسه على الساحه الكرويه والساحه العربيه حسين الشحات، ولا موضوع تخفيف احمال الكهرباء وامتى ننتهي من كده؟ تحب نبدا بايه؟ مش هبدا لما تقولوا، نبدا بأنه واحد فيهم. صباح الخير يا استاذ احمد. نبدا بايه؟ نبدا بموضوع اللي فرض نفسه علينا كلنا، موضوع حسين الشحات. تمام؟ تمام، هبدا بحسين الشحات. حسين الشحات الموضوع يعني معلش كبر وخرج عن نطاق كرة القدم عموما ونطاق مصر. امبارح يمكن لو حضراتكم متابعين المغرب ورابطة الأندية المغربية دخلت على الخط. استاذ محمد جالس صباح الخير، استاذ عصام السيد ربنا يكرمكم ويوم جميل ان شاء الله. الموضوع كبر. ايه اللي كبر الموضوع؟ ايه اللي كبر موضوع حسين الشحات؟ طبعا بص، خلينا نتفق على حاجه، ننسى الوان الفانيلات، يعني معلش ننسى انت اهلاوي وانت زملكاوي والكلام ده كله، بنتكلم في موقف عادي. ما تقوليش بقى طب ما كهربا عمل يتعاقب ويتقطع رقبته ويتعاقب بالفعل. ويمكن حضراتكم متابعين كهربا لما غلط خد 12 مباراه، عاشور لما غلط خد 12 مباراه. اللي زود موضوع حسين الشحات وظهر على الساحه بشكل كبير للاسف القرار المهزله بتاع رابطه الانديه والحاج عامر حسين رئيس الرابطه واتحاد الكوره بتاعنا المصري للاسف، اللي هو القرار المهزله بتاع ايقاف مباراتين وتغريمهم 20,000 جنيه. ده طبعا قرار استفز الناس كلها على فكره، وفي بعض الاهلاويه المحترمين وهم كثره فعلا معترضين جدا على كده. ليه النهارده الناس بتتكلم في ايه؟ انت النهارده مساء الفل يا عصام، النهارده بتتكلم انت في واحد لما ساب رمز، حتى من رمز النادي مع احترامي للجميع الله يرحمه صالح سليم، خد 12 مباراه. طب لما واحد ما يسب الذات الالهيه ويسب الدين لربنا قدام الناس ومرأة ومسمع ولسوء حظ حسين الشحات، كان المايك قريب جدا والناس كلها سمعته وهو بيشتم الفاظ قميئه وبيسب الدين، ده هياخد مباراتين ازاي؟ ما المشكله ان انتوا العقاب بتاعكم دوت هو اللي خلى الناس كلها تتكلم. النهارده لو حسين الشحات خد ما يستحقه، وبرده ما تبصوش على ان زملكاوي واهلاوي والكلام ده كله، احنا بنتكلم والله العظيم بما يرضي الله. الموقف صعب جدا، موقف رخم جدا، موقف لو تبصوا له على الشكل الانساني حتى، يعني ايه اجيب واحد كده من قفاه واديله بالقلم على قفاه؟ طب ما الواحد دوت خلي بالكم، سيبك من ان هو مغربي والمغاربه بيشوفوه، مامته بتشوفه، ولاده بيشوفوا، اخواته بيشوفوا، ما دي اهانه كبيره جدا. ولان كفايه الاعتذار مع احترامي، اصل اعتذر ايه؟ النهارده اروح اضرب واحد وهينه قدام اهله وبتاع واجي في الاخر انا معلش. وحتى للاسف في البيان الاعتذار بتاع حسين الشحات اعتذر لكل الناس، اعتذر للاهلي واعتذر لعيبه الاهلي. يا عم اهلي ايه؟ انت ضربت شيبي لاعب بيراميدز، ما اعتذرش، ما جابش حتى في اعتذار. لو حضراتكم تبصوا في اعتذار حسين الشحات ما ذكرش بالاسم خالص الشيبي. وده يعني ده اللي صعد الموضوع شويه. وبرضه الحاجه اللي تغيظ جدا المخاخه اللي احنا بنتعامل معاها، والله مخاخ بجد مستفزه جدا. القنوات والاعلام بتاعنا متخيلين عارف ايه بيبرر ولا موقف غلط، مع ان والله انا اعتقد وبتابع وناس معانا كتير جدا على الصفحه، يعني في اهلاويه كتير جدا ضد هذا الموقف، موقف صعب جدا، موقف رخم، فاهمين؟ فالنهارده القنوات اللي بتبرر دي، ما انت بتزود احتقان المشهد. لازم يبقى فيه حاجه اسمها مبادئ وقيم حقيقيه بجد، مش عارف النادي مبادئ والنادي قيم مبادئ ايه وبتاع ايه؟ ايه فين المبادئ في ان لعيب يطلع من عندي وانا نادي مبادئ يطلع بالشكل القميء ده؟ وحسين الشحات اللي ناس كتير جدا بتحترمه، اللي هو فيه 2 زبيبه كده في راسه،
يعني ايه؟ مش انت كواحد مسلم اساسا وبتصلي وعندك رجال المفروض ما تسيبش الدين اساسا. ايه اللي بيعلمه النشء بتاعنا؟ وايه اللي اتعلمته وانت في النادي بتاعك؟ مش فاهم. فمعلش انا ضد اي حد يقول لي مبادئ. مفيش حاجه اسمها مبادئ. احنا دلوقتي في عمليه احترافيه، وانتوا بتقولوا الكلام دوت لما الناس بتقول امام عاشور تقول احنا في وضع احتراف. طب ما انت احتراف المفروض معلش اللعيبه ما تبقاش بالشكل ده. طب اللاعب غلط، ايه الاعلام اللي بيبرر ده؟ يعني باي حق النهارده يطلع تامر امين امبارح وراجل يا شحات، ولو مكانك هعمل اكتر من كده. ايه التخلف ده؟ ولا علاء صادق اللي هو قاعد هربان بره يقول لك يعني فرحان، يقول لك جابوا كده بالشمال ولفعوا على قفايا باليمين ومش عارف ايه. يا عم في ايه؟ انت بتعلم عيالك ايه وبتعلم النشأة عندنا ايه؟ ده غلط. لازم يا جماعه بغض النظر مش هنبص كاعلام على لون الفانيلا. مشكله الناس النهارده والقنوات واللي عامله احتقان الاعلاميين سواء زملكاويه اهلاويه، كل واحد بيبص لهواه الشخصي ايه وانتماءاته ايه. في حاجه اسمها احقاق الحق. انا النهارده مثلا، واكيد انتوا كتار جدا لما تشوف موقف بالشكل ده، لما تشوف المشهد بتاع الفيديو امبارح تتضايق جدا. على فكره الفيديو امبارح كان اتنين يعني. في فيديو اولي كان بعيد والناس لما جت وانا منهم عادي، ده حاجه يعني بين اتنين لعيبه وعادي، اي نعم بعد الماتش بس هو حاجه عاديه. ولكن الفيديو الثاني اللي ظهر بالليل والفيديوهات المتواليه بعد كده اثبتت قد كده بجرم كبير جدا. الموضوع كبير، الموضوع الالفاظ اللي اتقالت وسب الدين اللي اتقال وبعدين سبحان الله انت بعد الماتش يعني ايه بعد الماتش؟ ما خلاص. وبعدين الاعلاميين المنافقين منهم تامر امين يقول لك ايه؟ طول الماتش بيستفزوا. يا كذاب، طول الماتش فين؟ فين طول الماتش؟ نفسي افهم. لو انتوا حضراتكم متابعين الماتش، حسين الشحات نزل بالظبط في الدقيقه 71 والشيبي نفسه طلع في الدقيقه 73 مصاب، يعني لعبوا مع بعض دقيقتين. وعلى فكره حسين الشحات لما نزل لعب في الناحيه اليمين والشيبي كان في الشمال، كان عكس بعض خالص، مفيش احتكاك بينهم. وما فيش واتحدى اي حد يجيب لي فيديو بيقول فيه ان الشيبي تعدى بالقول حتى على حسين الشحات. ما حصلش، مفيش احتكاك بينهم خالص. قعدوا مع بعض بالظبط دقيقتين. ده رد عن تامر امين امبارح يقول لك هم لعبوا مع بعض دقيقتين وده احنا في ناحيه. عذرا لقطع البث هكمله مع حضراتكم تاني ان شاء الله. فزي ما احنا كنا بنقول الشحات لعب بس مع محمد الشيبي دقيقتين لمده دقيقتين، ما لحقش يعمل حاجه خالص. ده جرم حصل كبير جدا. النهارده المغرب اتدخلت في موضوع رابطه الانديه المغربيه برضه متدخله على الخط، متضايقين جدا من اللي حصل. انا عارف ان احنا كاهلاويه ولا كزملكاويه الموضوع ده مضايقنا جدا، ولكن في النهايه احنا ما بنقولش اللي هو نعلق المشانق ونشنق الراجل والناس اللي بتنادوا ننفيه ولا نديله شطب خالص. بس يعني على الاقل خالص يبقى ايه؟ لكن المستويات يبقى عندها حته العدل شويه. يعني المفروض المسؤولين الرياضه في مصر سواء اعلاميين او مسؤولين في الرياضه بقى ولجنه حكام ولجنه كوره الحاجات دي كلها يبقوا عاملين زي رمز العداله على الحاكم معصوب العينين، بحيث يعني يحترم ادبيات المهنه. ما يبقاش كل واحد يعني شوبير في قناه الاهلي تبع الاهلي، خالد غندور تبع الزمالك. ده غلط. فين كلمه الحق هنا؟ فكلمه الحق انا كنت بصراحه بحترم حسين الشحات، راجل كان ملتزم وبيصلي وبتاع، لغايه ما شفته بيسيب الدين هنا لا لازم اقف كاعلامي. لا غلط، اللي حصل ده غلط وما ينفعش ان انا اجيزه باي حال من الاحوال. ومعلش مالناش دعوه بفئه معينه اللي تقول لك ده احسن ويستاهل وشتموا بامه وشتموا مش عارف ايه والسنه اللي فاتت حصل كذا والسنه. احنا مالنا من كل ده؟ احنا دلوقتي في واقع حصلت قدامنا النهارده. هل انت راضي النهارده ان انت مكان اللاعب دوت حد يجيبك من قفاك ويديلك بالقلم على وشك قدام المشاهدين والمتابعين؟ والراجل حتى مع يعني حاجه غريبه جدا. علاء صادق امبارح يقول لك ايه؟ حسين الشحات راجل وبطل عشان راح ضربه وعطاه ظهره ومشي بالراحه مش خايف منه، والتاني جبان عشان ما انت عايز ايه يا عم؟ انت عايز تولع؟ انت عايز يروح بعد ما ضربه ويمشي يجي التاني جايبه مثلا؟ ايه الهبل ده؟ غلط يا جماعه. لازم عشان خاطر ننسى موضوع الانتماء. مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك، ومعلش مش هحترم اي حد يجي يقول انا اهلاوي. ايه الهبل ده؟ مفيش حاجه اسمها كده. ولا لو زملكاوي بدافع عن شيكابالا حتى في النقط بتوعها برضه لا ابقى انا بستعبط. لازم يا جماعه الحق احق ان يتبع زي ما بيقول. وانا اعتقد كل الناس الاهلاويه قبل الزملكاويه ضد اللي حصل وضد الموقف نفسه ككل. انك تروح اللعب بعد المباراه وبعد الماتش ما ينتهي وانت رايح المفروض يعني حسين شحات يقال انك رايح لجمهور الاهلي عشان خاطر بيعتذروا عشان النتيجه المخيبه للامال 3-0. طب انت رايح لجماهيرك، ايه اللي خليك تروح وبعدين على فكره الفيديو بيبين حاجه غريبه جدا. وهو بيتكلم على الواد بيبص له مبتسم، مش عاطي اخوانا خالص ممكن يعمل كده. ده معناه ان الواد لا كان بيشتم ولا كان بينام على عينه ولا كان خايف كان كشة. لما الراجل لو تبص على الفيديو بيبص له بابتسامه بتاع متخيل هيكلمه وبتاع وكده يعني.
فعايزين نقول دي مهزله حصلت بالذات في الفيديوهات اللي بانت بعد كده. وعايزين نقول ان مباراتين مش كفايه، ما شافتش غير الناس الاهلاويه قبل الزملكاويه زي ما اتفقنا، ومالناش دعوه بالقله المتعصبه. القله اللي بشوفها عندها على صفحه احسن ويستاهل وراجل اشاعات، ده غلط جدا، ما فيش حاجه اسمها كده يا جماعه. وضد الاعلاميين المنافقين والمطبلاتيه سواء من هنا او من هنا. ده في موضوع كرة القدم. واتمنى لو حد معترض على كلامي يوريني نفسه، يكتب كده. ممكن اكون انا مثلا غلطان في حاجه. حد بيقول لي ايه، معلش عشان المكان بعيد شويه. تمام صح كده، احنا بنعلم شبابنا السب والقصف والغلط. طبعا ده غلط، واحنا ضد الحاجات دي كلها. ده موضوع الشحات اتمنى يخلص على خير. لان زي ما قلنا الموضوع كمان ان الشيبي كان في عمره وقطع العمره ورجع تاني، لان الواد محروق من جواه يعني، فقطع العمره ورجع تاني عشان خاطر يقدم بلاغ للنيابه. لان الموضوع بيبص له على انه مش حاجه في كره القدم، ده حاجه تسرع تدخل النيابه والتحقيقات وكده، لانه ده تعدي بالضرب، ويقال ان هو كمان تهديد ان هم يكسروا رجله حاجه بالشكل كده. فالراجل شايف، وكنتش اتمنى بصراحه توصل لكده خالص يعني. كنتش اتمنى. المغرب زعلان جدا من امبارح، المغاربه وزميلنا على الصفحه. من هنا انا كمصري وكاعلامي وكبني ادم مواطن مصري بعتذر لزمايلنا سواء على الصفحه ولا بيشوفونا في التلفزيون او اللي بيشوفونا حتى على اللايف دوت. بعتذر لاخواتنا المغاربه من سوء الموقف اللي حصل. احنا بنكن كل احترام للمغرب ولاعيبه المغرب المحترفين عندنا في مصر، وحضراتكم مش بعيد من ابن شرقي الزمالك بيحتفل بيه بشكل خاص، وهو بيحب الزمالك جدا. ومعظم اللعيبه اللي جت وكلهم كانوا سواء بيلعبوا في الاهلي او في الزمالك او في بيراميدز، كلهم لهم احترام. بنقدم اعتذارنا للشعب المغربي. في الموضوع حسين شحات اتمنى يخلص على خير. دكتور محمد مصطفى اهلا وسهلا بك يا دكتور، بيقول غياب القدوه وتصدير اللعيبه او الممثلين الجهل هو السبب. ده حقيقي وياما اتكلمت في الحته دي يا دكتور محمد. لان فعلا النهارده الاعلام بيصدع على المشهد، مع احترامي للجميع، بتاع التوك توك ومش عارف والمهرجانات والحاجات دي كلها. دي النماذج اللي بيصدرها الاعلام للمشهد. فين الدكتور الناجح؟ فين العامل المكد المكافح اللي بينزل من شغل الصبح؟ فين المهندس؟ لا خالص. هم عندهم معلش الرقاصه ولاعيب الكوره وبتاع المهرجانات. هو ده النماذج المشرفه بالنسبه لهم يعني. ده في موضوع حسين الشحات. وزي ما قلنا اتمنى يخلص على خير، الموضوع ما ياخدش ابعاد اكتر من كده. ده لعيب مصري في النهايه، من احنا برضه مش هنقطع رقبته وكده. حسين الشحات برضه يعني اعتقد يعني ما شفتلوش بصراحه الواقعه دي يعني. في ناس بيقول لا ده هو دائم التعدي. ما شفتش بصراحه لحسين الشحات موقف كان فيه تعدي بالشكل ده قبل كده. ادعو وازعم ان هو لعيب ملتزم وعلى خلق. ربنا يعزك، الله يخليك يا مدام امال يا عسل انت. مدام امال دي مراتي على فكره بتدعمني. فمش زي ما قلنا مش هنكيل بالمكيالين. حسين شحات يتعاقب ولكن طبعا انا ضد ان هو الكلام اللي بيتقال من البعض ان هو لازم شطب ولازم ايقاف ولازم الحاجات دي كلها. فلا، احنا ضد ده كله. احنا بس عايزين احقاق الحق عشان شكلنا بس قدام العالم الخارجي، شكلنا قدام المغرب شكلنا قدام بقيه الدوريات اللي في العالم كله. ما ينفعش لاعب يبقى ضرب لاعب بعد الماتش قدام المشاهدين وسب الدين وتلفظ الفاظ ابوك وامك ونبرر بعد كده او نقول اصل حصل كذا، اصل السنه اللي فاتت مش عارف شيكابالا عمل، اصل مالناش دعوه. احنا لينا الموقف العالم كله شافه، فلازم الجرم او العقاب يبقى على قد الجرم نفسه. مش هتكلم زكا سولم منور يا سولم يا حبيبي. مش هتكلم اكتر من كده في الجزئيه دي. فاتمنى اكون وفيت حقها شويه والناس ما تزعلش مني. من صراحه انا مش هطلع زي علاء صادق ومش هبقى زي تامر الامين واطبل الغلط. وانتوا عارفين حضرتك اللي متابعني ما عنديش الموضوع دوت يعني على جثتي ان اطلع اطبل الغلط بسبب انتمائي للفانيلا. انا والله العظيم اول واحد طلعت نقدت شيكابالا لما شيكابالا يوميها عمل اشاره برضه بذيئه لجمهور الاهلي. انا ضد هذا المبدا تماما. ماشي يا هيثم حاضر. ده موضوع تمام. نتكلم في موضوع تاني. عندنا موضوعين اختاروا، في موضوع البترول والتعيينات وفي موضوع قطع الكهرباء وبشرى للناس امتى نخلص موضوع قطع الكهرباء وتخفيف الحمل اللي هو تعب الناس كلها. طيب ماشي يا هيثم، هخش في موضوع قطع الكهرباء. موضوع الكهرباء وجع ناس كتير جدا
ما ننكرش. الكهرباء فوجئنا بس مش موضوع اللمبه منوره والتلفزيون شغال، الكهرباء لانها بتاثر في المناحي الحياه بشكل عام جدا. الكهرباء بتقطع معناها الميه بتقطع لان المواتير ما بتشتغلش، معناها ان انت بتقعد تشر عرق، مفيش مراوح، مفيش تكييفات شغاله، معناها ان انت مودك بيقفل تماما، معناها ان انت بتلغي خروجات وبتلغي مشاوير وتظبط مشاوير وتبدا متاخر او ترجع بدري عشان خاطر موضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء الناس ما بتبصلوش على ان هو ايه مجرد كهرباء بتقطع، على ان في حياه تتوقف فعلا، في حياه تتوقف. فالمسؤولين يفهموا كده، يفهموا ان هو مجرد سكينه بينزلها مش قطع كهرباء، انت بتقطع حياه ناس، يعني بتوقف مناحي كتير جدا في الحياه. عندي خبرين في موضوع الكهرباء. اول خبر مبشر جدا ان العمل بقطع الكهرباء للناس بتقل منه بشكل كبير، ده هيخلص اخر الاسبوع، احتمال النهارده الثلاث، احتمال يخلص الاربع او الخميس بالكتير، هينتهي تماما العمل بموضوع تخفيف الاعباء اللي هو بالتناوب عن جمهوريه مصر العربيه كلها. ده الخبر المفرح. وعايزين نقول ان في بعض الناس بيتكلموا ان الكهرباء بتقطع عندهم اكتر من 3 مرات في اليوم، بتقطع عندهم مع اكتر من ساعه. هنا لا، ده كده في خطا معين، ولذلك لما انا تواصلت مع ناس قال لك لا ده كده مش طبيعي. ففي خط ساخن حتى كلموني فيه، خط ساخن 114 اللي عنده فيه مشكله قطع كهرباء اوفر بطريقه هو نفسه مش قابلها، او يعني لما يجي يقارن نفسه ببيته اللي جنبه لا هو اوفر شويه، ده بيتصل بالخط الساخن بيبلغ عن عطل، واحتمال مع قطع الكهرباء اللي هو روتيني دوت يبقى فيه عطل كمان. مرهق جدا ومتعب موضوع قطع الكهرباء. ولكن معلش برضه مش نوع من التطبيل ولا حاجه. انا كنت في لبنان من فتره، وبجد استغربت جدا. لبنان عايز اقول لكم الكهرباء بتقطع بشكل يومي، مش بشكل يومي بس، يعني يمكن الاخوه اللبنانيين وعندي كتار جدا على الصفحه زمايلنا كلهم احييكم من هنا، مستحملين بشكل غريب. المجتمع اللبناني هناك من الساعه 8 بالليل او 9 بالليل الكهرباء بتقطع على كل. لذلك انا حتى لما دخلت بيوت في لبنان كلهم بيجيبوا جنريتورز او مولدات كهربائيه بسبب موضوع الكهرباء كده. احنا عندنا الحمد لله بنقطع ساعه او ساعتين او ثلاثه، متعبين جدا ومرهقين لابعد حد، ولكن فيها الحمد لله، ونفسنا الموضوع ما يتماداش اكتر من كده، سواء في الفتره الحاليه او في القريب الحالي. 3 ساعات او مرتين في اليوم لو قطع كهرباء احنا احسن بكتير جدا من ناس ثانيه. الموضوع اللي بيحصل عشان الناس مش فاهمه برضه، وفي ناس ابتدت تسند الموضوع لوزاره البترول، الموضوع مالوش علاقه خالص. الموضوع كل ما هنالك هو تخفيف احمال. تخفيف احمال بمعنى ايه؟ بمعنى احنا فصل الصيف وحتى العوالم جامع عالي ان احنا بتوع الارصاد والفلك وكده، المره دي احنا السنه دي والسنه اللي جايه للاسف احنا في ذروه مناخ غريب الشكل في ارتفاع درجه الحراره. احنا في مناخ مرتفع جدا، مما بيستدعي استهلاك اكتر جدا للطاقه الكهربائيه عن طريق بقى تكييفات شغاله ليل ونهار ومراوح الكلام ده كله، فالحمل زاد. فالوزاره ارتأت انها تخفف الحمل ده، بتخفف الحمل عشان خاطر ايه؟ نوصل للمعدل الطبيعي. انما اكد لكم ان شاء الله في الشتاء في الربيع مش هيحصل الكلام ده خالص. ده غير ان احنا قلنا تخفيف الاحمال ده كله ان شاء الله يخلص يوم الاربعاء او الخميس بالكثير، هتنتهي الموضوع تماما على حسب المتحدث الرسمي لوزاره الكهرباء ان شاء الله والناس اللي احنا اتكلمنا معاهم. فمعلش استحملوا شويه، انا عارف الموضوع بتاعكم موضوع الكهرباء نستحمل كلنا. احنا احسن من غيرنا بكتير. والله يا جماعه كنت في لبنان بلد الجمال والسحر والموزز والحاجات الحلوه دي كلها، الكهرباء فعلا من الساعه 8 بتقطع، يعني حتى متوسط جدا. يعني لما رحت هناك انا ما كنتش اعرف الموضوع دوت، ورايح لبنان ده كان حلمي اني اروح لبنان يعني. ورحت هناك الكهرباء قطعت الساعه 8 في اول يوم، اتضايقت جدا ازاي يا جماعه. فقال لك بسبب المحروقات، ما فيش محروقات وكده. تاني يوم قطع برضه ساعه ايه ما فيش محروقات. يعني الله يحرقكم، انا جاي لبنان عشان اقعد على جامعه، انا جاي عشان استمتع بالبلد وكده. حل احسن بكتير من حل لبنان. ولكن ان شاء الله الموضوع هيخلص في غضون هذا الاسبوع زي ما قلنا الاربعاء والخميس. طيب على ذكر الموضوع دوت، الناس لان في للاسف بعض الاعلاميين اسندوا الموضوع لموضوع حقل الظهر وقلل الانتاج. حقل الظهر بخير، بطمنكم الاخوه اللي في البترول، حقل الظهر بخير وانتاجه زي ما هو، بل بالعكس. انتوا عارفين حقل الظهر اللي عملوا شراكه مصريه مع شركه ايني الايطاليه. شركه ايني الايطاليه عملت مشروع لسه من اسبوع بالظبط، عملت مشروع ضخم جدا للاستفاده من الغازات الناتجه عن الانبعاثات. الغازات سوري القطع بس. شركه ايني الايطاليه عملت مشروع ضخم
لاستغلال الغازات الناتجه عن الانبعاثات اللي هي الشعله اللي حضراتكم بتشوفوا في شركات البترول بيبقى فيه شعله. فعملوا مشروع ضخم جدا اللي هو ازاي نستغل دوت وازاي نخفض حرق الغازات ده كله. ان دوت في الاصل كل دوت عشان نحافظ على البيئه وعشان كمان نواجه اثار التغيير المناخي اللي كلنا بنعاني منه. ده المشروع الضخم ده فاستوعب ايدي عامله كتير جدا. فده بشرة خير ان شاء الله. وانا كمان لسه كنت قريب مع مسؤولين واتكلمت معاهم، هيتفتح تعيينات ومش تعيينات برضه عشان ابقى صريح معاكم، عقود هتفتح، ولكن عقود هتفتح بشكل جميل بشكل يستوعب معظم شبابنا ان شاء الله. لان زي ما قلنا قبل كده شركات البترول فيها نقص وعجز كتير جدا، هيستوعبوا دوت او يستعوضوه عن طريق فتح عقود. والمشاريع كبيره ان شاء الله وكتير تتعمل. توقعوا الايام اللي جايه يبقى فيها خير ان شاء الله في بلدنا. انا ضد خالص النظره التشاؤميه اللي موجوده، مصر بخير وانتم بخير ان شاء الله. معلش انا عارف غلاء الاسعار تعب الناس كتير، وهنا بنادي برضه بشد على الدوله، يا ريت فعلا الرقابه على الاسعار ترجع زي زمان. لان غلاء الاسعار مش كله بس غلاء اسعار، ده في جشع تجار وفي استغلال للمستهلك بشكل كبير جدا. وده للاسف اللي بيفسر انك تلاقي مثلا اللحمه هنا ب 300 هنا ب 400 هنا ب 350. مفيش رقابه على الاسعار. النهارده علبه السجاير حتى معلش الاخوه اللي بيدخنوا علبه السجاير مثلا الكيلوباتر العاديه مش عارف هنا ب 40 هنا ب 42 هنا ب 45. فده معناه ايه؟ معناه ان في تجار جشعين. يعني الموضوع بس عايز رقابه على الاسعار زي زمان لو حضراتكم فاكرين كان بينزل حاجه اسمها مفتش تموين، ينزل مفتش تموين الدنيا كلها بتترعب، التجار يحطوا تسعيره، لازم كان في تسعيره اجباريه لازم تحط على المنتج. فنفسنا الكلام ده يرجع تاني ان شاء الله، وباذن الله اثق ان مصر هتبقى الاحسن في الايام اللي جايه. ما تسمعوش الاحباطات المتواليه، هيبقى في تعيينات، هيبقى في ان شاء الله استيعاب للشباب كتير جدا. موضوع قطع الكهرباء ان شاء الله هيخلص الاسبوع دوت. دي بس المواضيع اللي اتكلمت فيها وكنت عايز اتكلم فيها. بحبكم في الله ومش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وان شاء الله كل فتره كده نطلع بس مع بعض ان شاء الله.